سلام البنات، واش راكم؟ كيفاش راكم مع رمضان؟ اليوم جبت لكم وصفه روعه تقدروا ديروها لافطار نهار اليوم، اللي هي الدولمه جريوات وبطاطا. ديروها البنات بهذه الطريقه راح توليو مدمنين عليها. نحتاج حبه بصله. رايحين اول حاجه راح نوجدوا العصاص ديالنا. نحتاج حبه بصله، نحتاج القليل من المعدنوس. رايحين نرحيو بمليح هاد البصله والمعدنوس حتى يترحاو مليح معاكم البنات. ما تخليوش البصله هذوك قطع كبار حتى تطلق الماء ديالها، يعني تعرفوها بلي ترحات مليح. كي ترحى مليح البنات رايحين نحطوها في البرمه ديالنا ولا الكوكوط اللي رايحين نطيبوا فيها. والله يا البنات من البنه تاع الدولمه هذه، يعني الوصفه هذه بالذات عاودتها قريب 3 مرات يعني في رمضان. تخلص نعاود نديرها، تخلص نعاود نديرها، يعني بزاف بنينه. قلت علاش ما شاركاش مع خياتي ويديروها هما تاني. رايحين نحطوا البصله والمعدنوس اللي كنا ديجا رحيناهم. رايحين نحطوا واش حبيتوا البنات؟ حبيتوا صدر دجاج، حبيتوا نصف صدر، حبيتوا ديروا فخذ دجاج، المهم غير تبنوا به. انا نحب ندير فخذ دجاج هكذا صغير باسكو البنات ما ياكلوه ليش، يعني غير يطلق البنه هذا ما كان. راح ندير القليل من الزيت. رايحين نديروا رند، 2 وراقي تاع رند. راح نديروا زعتره، هادو البنات لازم تغسلوهم مليح، يعني الرند والزعتره لازم عليكم تغسلوهم مليح. راح نديروا الملح، القليل من الملح. ورايحين نديروا ملعقه صغيره تاع فلفل اسود. وراح نديرو تاني البنات ملعقه تاع لا مارغارين ولا سمن اللي حبيتو البنات، باسكو راح تطلق لكم واحد البنه روعه يا البنات. راح نديرو القليل من الحمص ونخليوها تتحمص مليح. بعد ما تحمصت راح نضيفو الماء ديالنا، يعني راح نمرقو ونخليوها طيب يا البنات. بعد ما يطيب معنا الدجاج ويعني ديك لاصوص ديالنا تعقد شويه، رايحين نخليوها في جهه. ودوكا يا البنات نوجدوا الكفته ديالنا اللي نعمروا بها الجريوات والبطاطا. نحتاجو ديما حبه بصله. راح نديروا القليل من الثوم كيما راكم تشوفوا. راح نديروا القليل من المعدنوس. يعني بالنسبه للبنات اللي متابعيني وديما يشوفوا وصفاتي، ما نتخلاش على المعدنوس، يعني البصله والمعدنوس يا البنات، يعني راح تعطي واحد النكهه روعه. اللي ماشي مالفه دير الدولمه بهذه الطريقه ديريها بهذه الطريقه وعاودي رجعي قولي لي رايك فيها. راح تعجبك بزاف بزاف خير من الوصفات يعني الاخرين. ونروحو نرحيو هذيك البصله والمعدنوس والثوم حتى كيما قلت لكم ترحى معاكم مليح، ما يبقاوش قطع يعني خشينه وقطع ماشي مرحيه. نحتاجو لحم المفروم، كميه من اللحم المفروم صا ديبون على حساب الاسره ديالكم، يعني العدد الافراد. رايحين نديرو لها البصله والمعدنوس والثوم اللي رحيناهم. نخلطو مليح هذاك الفيونداشي مع البصله والمعدنوس وكامل. نخلطوهم مليح مليح. من بعد نروحو نضيفو لها الاضافات اللي لازم نديروهم، اللي هي الملح، فلفل اسود، القليل من الزيت، حبة من البيض. ونروح نخلطو مليح مليح هذاك المكونات. وفي جهة واحدة أخرى نكونوا هزينا 3 ملاعق ولا تاع روز، نكونوا ديجا طيبناهم، نطيبوهم مليح. من بعد نديروهم للفيونداشي ديالنا. انا نحب نطيب الروز باش يعني نلقاه طايب ليه يطيب معايا كي ندير الدولمه ديالي تتجمر في الفور. شفتوها يا البنات؟ الوصفه راهي بزاف 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 سهله، يعني ما تخيلوش حال سهله او ميم طون تجيكم بنينه. ولو كان جربوا هاد الوصفه ديما ديما رايحين تعاودوها. نخرجوا دوكا شويه خارج الوصفه. بالنسبه للبنات اللي اول مره يشوفوا قناتي وعجبتكم يعني الفيديو هذه، من فضلكم اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. ادعموني حتى نتوما، انا نحط لكم وصفات ناجحين واقتصاديه، وانتوما تاني ادعموني باش هكا يعني تكبر قناه معاكم وبيكم ان شاء الله. وراح نمد لكم يا البنات واحد لاستيوس، يعني ليه تعمري الجريوات ديالك وليه تعمري البطاطا ديالك. انا الجريوات ديالي والبطاطا يعني نكون ديجا نقيتهم، الجريوات نفرغها، البطاطا تاني نفرغها في الوسط كامل. كاين بزاف اخوات يعني جريوات يعيطوا لها القرعه هكذا البنات، انا نقولها الجريوات يعني باش تكون على بالكم وعلى واش راني نهضر. من بعد خياتي بعد ما نوجدها نروح نقليها. انا الجريوات والبطاطا نقليهم قبل ما نعمرهم. صدقوني يا البنات جربوها بهذه الطريقه، يعني خير من ديروهم نيين هكاك. روحوا اقليوهم ورجعوا لي الخبر، تطلع واحد البنه يا البنات ما تخيلوش شحال هايله. هنا خياتي بعد ما الكفته ديالي وجدتها درت لها الروز اللي قلت لكم ديجا كنت طيبته وخليته يبردو كامل. راح نزيد نخلط مليح الروز هذاك من بعد البنات، ونكون ديجا كما قلت لكم ها هي الجريوات والبطاطا اللي كنت ديجا نقيتها فرغتها وكامل. راح نملحهم في الوسط. في كل حبه جريوات حدي لها القليل من الملح، في كل حبه بطاطا راح ترشيها بالملح. من بعد تروحي تقليهم. بعد ما تقليهم رايحه تعمريهم. هذه لاستيس اللي قلت لكم، يعني كي تقليهم راح الجريوات هذيك تولي شويه طالقه روحها ما تقدرش تعمريها. مام البطاطا
يعني راح ندير هذيك الفيونداشي ديالي نديرها في بوش، وراح نعمر فاسيلمون، راح يتعمروا معايا الحبات هذوك. يعني ليه نعمر الحبات بلا ما نسعب وبلا ما والو. ماذا بيا يا البنات تجربوا هاد الوصفه كيما راهي من للزاد. هكا البنات ديروها كيما راهي، صدقوني راح تعجبكم وتوليو كل مره تعاودوا الدولمه بهاد الطريقه. وهكا راح نعمر كامل حبات تاع الجريوات، كامل حبات تاع البطاطا، راح نستفهم او ميم طون. يعني لاصوص ديالكم لا كانت بردت كامل راح تعاودوا تسخنوها باش من بعد نعمروا البلاطو ديالنا بلاصوص هذيك وندخلوها تتجمر في الفرن. هكا البنات انا ما نحبش نطيبها في البرمه وما نحبش نخلي الجريوات والبطاطا نيين هكاك، نحب نقليهم ومن بعد البنات كما قلت لكم نجمرها في الفرن. هنا البنات بعد ما كملت يعني عمرت هذوك الحبات كامل، بقاو لي شويه من الفيوند هاشي. واش درت له القليل من الشابلوغ البنات، من بعد كورته ودرتو دي بولات وحطيته حتى هو في البلاطو. ومن بعد ضفت لهم كما قلت لكم لاصوص وخليتها تتجمر. خليوها لي مده في الفرن حتى تشوفوها يعني طابت مليح هذاك اللحم وجمرت مليح لاصوص. لقيت لكم يعني واحد هذيك النكهه تاع الجريوات المقليه والبطاطا يعني حتجيكم روعه لا كولر تاع لاصوص وبنه لا تقاوم يا البنات. بالنسبه للاخوات اللي راهم حابين بزاف الوصفات الرمضانيه فقط تدخلوا لقناتي، درت لكم بلاي ليست خاص يعني بوصفات رمضان. تلقاو بلاي ليست اسمه وصفات رمضان، ادخلوا فقط تلقاو بزاف الوصفات الناجحه اللي راح تنجح معكم وتوليو مدمنين عليها. ولكن البنات بشرط رايحين تجربوها، ماشي غير تعجبكم الفيديو خلاص، لا روحوا جربوها يا البنات وعاودوا قولوا لي رايكم فيها. بالنسبه للبنات تاني اللي حابين حلويات العيد، دايرت لكم بلاي ليست خاص بحلويات العيد، روحوا اضربوا طلع عليه تلقاو بزاف الوصفات اللي رايحين يساعدوكم وتقدروا يعني تخموا واش ديروا عام سنه من وصفات وحلويات العيد ان شاء الله. وهنا خياتي كما قلت لكم بعد ما كملت عمرت الحبات ولي بولاتو كامل، شوفوا كيفاش راح ديروا لاصوص. كما قلت لكم ديروها سخونه باش ليه تغلي معاكم في الفرن، ما ديروهاش وهي بارده باسكو راح تاخذ لكم وقت باش تغلي معاكم في الفرن. هكا البنات من الاحسن تكون سخونه. عمروا مليح البلاطو ديالكم يعني باش تضمنوا يطيبوا كامل الحبات يعني بالحم الداخل. وهنا خياتي بعد ما تجمرت معايا وطابت، شوفوا الله يبارك هذاك الفيونداشي كيفاش تحمر، هذوك البطاطا كيفاش الله يبارك، جريوات تاني ان شاء الله نكون شاهدكم في الجنه. ما تنساوش جربوها بهذه الطريقه وخليوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر وفي وصفه واحده اخرى. بسلامه خياتي.